طيب بالنسبة للنادي الأهلي واللي بيحصل في النادي الأهلي، النادي الأهلي النهارده توجه إلى قطر ووصل بمشيئة الله إلى قطر استعدادا للقاء اللي هيكون يوم 14 الساعة 7 مساء، اللي حتى الآن لم يحدد منافس النادي الأهلي. ولكن عشان بس نبقى إيه على بينة، النهارده كان طلع كلام القايمة كان فيها مين؟ القايمة شهدت استبعاد مصطفى شوبير وقلنا انه بسبب الإصابة، ولكن شهدت أيضا انضمام يوسف أيمن، ودي كانت المفاجأة بالنسبة لجماهير النادي الأهلي. انضمام يوسف أيمن النهارده كان في كلام كتير، هل هو يوسف أيمن بينضم على يعني طالما أنت ككولر مش مقتنع بيوسف أيمن بتضمه ليه؟ ففي كلام كتير طلع. ده ما يهمنيش، اللي يهمني انه كل الدعم للنادي الاهلي الفتره اللي جايه، ده اللي يهمني. طيب على الناحيه الثانيه نادي الزمالك كان هناك كلام عن اصابه محمود بن تايك اصابته على حسب كلام الجهاز الطبي من 3 ل4 اسابيع على الاقل، ده بالنسبه لبن تايك. وايضا الزناري كان يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، فالجهاز الطبي لم يعلن حتى الآن مدة الغياب عن الملاعب.